السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات كنت محتارة قوي مش عارفة أعمل إيه على الغدا. نزلت طبعا السوق ولقيت السمك غالي جدا والفراخ غالية جدا واللحمة غالية جدا. فقلت أما أجيب سمك بقى، لقيت جبت نص كيلو سمك فيليه، لقيت الكيلو ب150 جنيه. جبت نص كيلو وقلت اتبله، نضفته كويس قوي وتبلته وحطيت له التتبيله بتاعته اللي هي التوم وليمون وكزبره وكمون. وسبته شويه على بال ساعه كده ولا حاجه على بال ما اعمل الخلطه اللي هي بتاعه الآلية. جبت النشا و3 معالق نشا وعليهم معلقتين دقيق، وحطيت ملح فيهم كده علشان ايه، يبقى الدقيق فيه ملح، فيه نسبة ملح بس شوية. بقلب السمكة كده، السمك في الدقيق وبحطه على النار. وعملت جنبهم رز كده، بصلاية حمرتها كويس قوي وحطيت عليها الرز وسبتهم يستوي على بال ما بقلي السمك. وزي ما انتوا شايفين كده كان فيه شوية طحينة، عملتهم برضو في مية مغلية وحطيت عليهم حبة توم وكمون وليمون. وزي ما انتوا شايفين كده ده الشكل النهائي بتاع السمك الفيليه اللي انا جبته النهارده. ده نص كيلو، ويا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله. طريقه سريعه وخفيفه كده. وده طبعا الشكل النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني للفيديو اللي جاي. ده الشكل النهائي. وكمان لو حابه تحطيه في عيش او حاجه، انا حطيت برضو في رغيف عيش كده، عملت سندوتش سمك كده زي ما بيقولوا.